سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. النهارده جايين لكم بفيديو يا رب ان شاء الله يكون يعجبكم. انتوا عارفين دايما ان احنا عندنا في القناه عشان بنعمل يوميات، فبنحب نشارككم اي حاجه بصفه عامه ان احنا بنعملها. فالنهارده احنا رحنا مول سيتي ستارز، ودي كانت يعني من ضمن الاقتراحات بتاعه محمد ان احنا يعني كنا داخلين من يعني من البوابه لقينا محل باتشي بتاع الشوكولاته. فبصوا انا يعني بصراحه انا حبيت ان انا ادخلكم معايا في الموضوع، بحيث ان انتوا تبقوا حتى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، سواء رحتوا او ما رحتوش، كلتوا او ما كلتوش من هناك، تبقوا عارفين حتى تبقوا عارفين التجربه الدنيا ماشيه ايه هي ازاي، شوكولاته باتشي دي وعباره عن ايه وليه هي مميزه وغاليه قوي كده، وهل هي تستحق ولا لا. بالظبط. وهل انتوا فعلا تروحوا يعني تخوضوا التجربه دي ولا لا. بنخاطب جميع الفئات، صح. بحيث حتى لو يبقى رايحين عندك عند الثقافه، ضيف، يبقى حتى عندك اي الثقافه، حاجه اتقدمت قدامكم تبقوا عارفين، تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، بالظبط. فاهمين قصدي. فدخلنا المحل، فلقينا المحل فيه قسم كريستالات، وفي قسم علب اللي هي زي دي، وفي علب برضو مغلفه كامله. العلب المغلفه الكامله والكريستالات دي، لو انتوا رايحين مثلا ضيف عند حد او حاجه وحابين تاخدوا له الشوكولاته دي، العلب بتبقى من ورا كده مثلا يعني، بس هي مش دي يعني، بس انا بديكم مثال. العلب بيبقى فيها انواع الشوكولاته من هنا، الحاجات اللي موجوده، المكونات اللي فيها بصفه عامه، بتبقى فيها كام جرام، فيها كام وحده شوكولاته بصفه عامه، الكلام ده كله. الكريستالات نفس القصه، فيها بوهيمي، فيها كريستالات ازاز عادي. طبعا كل ما انت بتعلى بتختلف السعر، في كريستالات واصله ل2000، في 5، في 7. بس بصراحه احنا اغلى حاجه شفناها كانت ب9. دي كانت يعني فيها حوالي 2 كيلو شوكولاته، وطبعا الفازة كريستال بوهيمي. طبعا هم بياخدوا طبعا حساب اكيد طبعا الفازة والحاجات دي، كريستالات، لان في ناس بتحب تحتفظ بالكريستالات دي في البيت. بالزبط. مثلا تيجي تقول لك انا هروح اشتري بوهيمي مثلا، طب ايه المشكله لما انا اجيب معاه شوكولاته او حاجه انت فاهمين قصدي. فالمهم دخلنا. وبرده معلش بدون مقاطعه كلامك، عايزه اقول لكم ان الشوكولاته دي بدون مواد حافظه خالص، بدون الوان صناعيه، فهي حاجه طبيعيه جدا جدا. وهي شوكولاته لبناني على فكره، يعني تعرفي ان لا بصراحه ما كنتش عارفه ان هي لبناني. لا البنت قالت لي دي بتيجي من لبنان مخصوص. لا والله ده والله يبقى دي برضو معلومه. والله محمد ضافها معانا. يعني هو قالوا لي ان البنت اللي كانت بتبيع لي بتقول لي الشوكولاته دي بتيجي جاهزه لبناني، احنا ما بنلعبش فيها ليه. واللي انا اتفاجئت كمان بيه ان هم عندهم انا بقول لها يعني دي نفس فكره شوكولاته النوتيلا مثلا، بدل ما انا مثلا اجيب شوكولاته نوتيلا، فهي دي قالت لي دي احلى كمان. البرطمان من النوتيلا. انا لسه ما دقتهاش بصراحه والله، انا قلت البرطمان شكله شيك. هو البرطمان على فكره، هو اللوجو هو اللي محلي البرطمان، صح يعني انما اللون بتاعهم مميز جدا. يعني اللون المنت جرين ده، بص حتى هي لسه متبرشمه والله. يعني قلنا نعمل الحوار ده معاكم. بص انا قلت لكم هي دي زي النوتيلا، يعني حتى انا قلت لها، قالت لي دي تتعمل مثلا في السندوتشات بتاع، هي زي النوتيلا بالظبط. هي زي النوتيلا. نفتح، يلا نفتح ونوريكم. بصوا ما انا قبل بقى ما نفتح قلنا لها لا احنا بصي بصراحه كحيانين وعايزين ايه؟ عايزين حاجه ندوقها، وفي نفس الوقت احنا واخدينها في البيت، ولا يعني عايزين نتمنظر على حد ولا حد يتمنظر علينا، عايزين ندوق الدنيا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي بالظبط. ليه هندخل بقى في الكريستالات وندخل في جو الضيوف وبتاع؟ لا احنا على الله خالص بالظبط، على الله حكايتنا. فقامت ضحكه وبتاع، فقالت لي طب انا هظبطكم. قلت لها انا عايز كيلو مثلا. دي كيلو مشكل. كيلو مشكل. بتاخدوا الانواع اللي انتوا عايزينها. بس انا هقول لك على حاجه، الشوكولاته عامل مع فيها نوعين، فيها الديولوكس اللي هي المكسرات فيها صحيحه، بيبقى الشوكولاتايه الواحده فيها حوالي من 5 ل4 قطع مكسرات، يعني اللوز هتلاقيه كامل، قطعه صريحه، يعني قطعه كامله مش مفرومه. ده الديولوكس. وفي برضو النوع التاني اللي هو اللي بعده على طول اللي هو بيبقى فيه المكسرات المطحونه،
وفي كمان بيبقى فيه بقى تشيز كيك، بيبقى فيها بالميلك يعني موجود، وفي برضو بالبرتقال. بس يعني دي بقى النكهات اللي هي ايه، بس يعني احنا طبعا ما بنحبش بالبرتقال ولا بالقهوه الشوكولاته بالقهوه والبرتقال ما بنحبهاش. احنا جربناه في انواع شوكولاته تانية بصراحه ما عجبتناش، فجينا قلنا نجرب اللي هي الانواع اللي هي الطبيعيه محدش يختلف عليها، اللي محدش هيختلف عليها، وكل حاجه مميزه. احنا يعتبر جبنا 90% من انواع الشوكولاتات ما عدا زي ما احنا قلنا البرتقال والقهوه. يلا بينا نجرب. يلا بينا. دي بقى الانواع اللي موجوده. احنا قربنا كده البتاع. بصوا هي دي كده. انا برضو دي انا معرفش والله هي نكهه ايه. بصوا عموما احنا بس حابين نقول لكم ان دي حجم الكيلو بتاع الشوكولاته. وزي ما انتم عارفين انا قلت لكم ان الشوكولاته من غير اي مواد حافظه خالص موجوده فيها. باتشي معروف ان هي براند عالمي، زي اي براند. يعني انت سافرت في اي دولة في العالم هتلاقي براند باتشي ده، يعني هو معروف براند انترناشونال يعني. حضرات ده اول نوع اللي هو اللون السيلفر ده، تمام. فاحنا هندوق كده. ده انا معرفش ده بتاعي اصلا، ده غالبا جواها. دوقي برضو هما، دوقي واحدة. لوز صريح. بصوا ده منظر اللوز اللي هو الصريح، بس تصدقوا بالله قسما بالله حكايه والله العظيم يجنن. بصوا بقى دي معلش يا جماعه، بصوا الحشو اللي فيها ده غالبا دي الكريمه اللي هي بتاعه الحليب، كريمه الحليب، ومعاها مربى الفراوله، وفيها بعض البسكوت من جوه. حلو. حلو قوي بجد والله. النوع اللي بص يا محمد، هو غالبا كل الحجم الكبير ده كله هو اللي عباره عن مكسرات صريحه. احنا عايزين نشوف ايه نوع المكسرات. تمام. ده فستق معاه كراميل. ده النوع اللي بعده، تمام. هنجربه ده نشوفه عبارة عن ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللوجو بتاع باتشا ده بسكوت ويفر بندق زي فعلا ما انا قلت لكم. هو دي تقريبا كل الانواع صح؟ لا لسه. لا والله. تانية. ايه ده؟ فظيعة بجد والله، مفيش احلى من كده. طب ده بقى لي كده. بص بصراحة انا مش انا بصراحة من حلاوتها مش عارفة اقول. على فكرة محشية الكريمة اللي فيها. انا بصراحة ما دقتش الشوكولاتة كده. بصوا يا جدعان، من حلاوتها فعلا هي قيمة مقابل سعر. دي حقيقة، بس هي غالية. غالبا دي زي الفليرو روشيه. بصوا هي قيمة مقابل السعر. فليرو روشيه، تيجي نشوف زي الفليرو روشيه ولا لا. غلبتها باكتساح بجد والله. يا جماعه حابين نقول لكم بصوا حتى هي محشيه ازاي من جوه. الفريرو روشيه ما بتبقاش كده بالظبط. احنا حابين الفريرو روشيه بتبقى شوكولاته وبندق كتير بس بتبقى مدوره، انما ما بتبقاش محشيه. احنا حابين بس نقول لكم احنا بندي من واقع تجربتنا الشخصيه، ملهاش علاقه خالص باي اعلان مدفوع او اي حد قال لنا ان احنا نعمل. والله ما حد قال لنا نعمل اي حاجه على الشوكولاته. احنا بنقول لكم تجربتنا عشان لو حد حابب يجرب او حابب ان احنا يبقى عنده فكره بالزبط. يبقى داخل حتى يبقى عارف هو هيقول ايه، يشتري ايه، يعمل ايه. نشوف دي ماشي. ده محشيه دي نفس الحشو اللي هو اللي انا بقول لك الكريمه اللي احنا الغريبه اللي احنا بندوقها دي.
بس معاها برضو مكسرات. نوع تاني اللي انا المدوره، ايه بقى؟ بص هي محشيه دارك شوكليت، ومن فوق اللي هي الشوكليت العاديه، وفيها قطع من البندق والكراميل، بس اللي هو الناشف. عارفين بيبقى فيه كراميل اللي هو الطري، وفي كراميل اللي هو الناشف ان انتوا لما بتاكلوه بيقرمش. في اللي بعديه دي بقى انا عايزه ادوقها. عايزين حاجه كده يا جماعه. عينيا. ايه ده؟ انتوا شايفين بتتفتح ازاي؟ انا بحسبها بقى هنقعد نجيب معلقه زي النوتيلا محمد انت بص شايفين؟ شايفين النعومه؟ انتوا لازم بصوا، انتوا شايفين اللزوجه القوام بتاعها دي، القوام بتاعها يعني دي مش موجوده في النوتيلا. النوتيلا بتبقى ناشفه، لو تاخدين بالكم بتبقى يعني بتبقى ماسكه شويه، انما دي شايفين عشان تتفرد بسهوله في الصينيه. عايزه ادوق، انا عايزه ادوق. عايزه ادوق. حاضر. انتوا بتاكلوا شوكولاته تحسوا ان هي محشيه فستق. والله العظيم بكلمكم بجد. يعني بصوا والله العظيم، بصوا فعلا طعمها. شفتوا فريلا روشيه دي نفس الطعم بس سايح، بس سبريد. قسما بالله هي دي كده. شكلك باين عليه الحلاوه. والله العظيم بكلمكم بجد. انا بس والله انا عامل ما تاخدوش بالكم ده هون يعني. انا عامل الفيديو ده والله علشان حتى لو حد نفسه يعرف ايه المكان ده مثلا ومش في مقدرته يبقى فهمه. هي ليها فروع كتيره برضو هنا في مصر، يعتبر افريج في كل المول، او لو كده اعتقد يعني ان انتوا لو في اي حاجه انتوا عايزين تعرفوها، لو في مكان انتوا عايزين تعرفوه عرفونا، واحنا كده واحنا خارجين مثلا او حاجه جاهزين طبعا ان احنا نرد عليكم في اي وقت، اي حاجه والله. وفي اي وقت انتوا عايزين اي مكان تجربوه احنا معاكم. واللي لو في وجهه نظر انتوا عايزين تعملوها عرفونا واحنا معاكم. نكون خلصنا خلاص الفيديو بتاعنا. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى المسلمين اجمعين، ويا رب نشوفكم دايما باحسن خير وبسعاده. ولو كان الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا لنا رايكم ايه في القناه علشان احنا بنكبر بيكم ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.